السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة إكرام بالله هولندا، فيديو جديد معنا. خوتي خواتاتي، ما تنساوليش اللايك والاشتراك في القناة بالنسبة للناس الجداد اللي غيدخلوا للقناة. اخر ستوري كانت خلات خديجه مسكينه الزوجه ديال هشام اللي مريض بالسرطان، وكنا عارفين هشام مريض بالسرطان، الله يشافيه. ودابا حاليا هشام حالته صعيبه في الدار، وخديجه منهاره وخلات هاد هاد ستوري هذا حطاته على الحساب ديالها الرسمي في الانستغرام. الصراحه حالتها حاله. سمعوا اشنو قالت خديجه. والخوت كتسولوا فيا انا وهشام، كيطلعوا لي الميساجات ديالكم. الخوت اش غنقول لكم، ما عرفت حتى شنو نكتب، ما عرفتش باش تبليت. هادشي كامل اللي وقع لهشام من اللي جا للمغرب. يعني الصراحه هشام فاش جا للمغرب خوتي كما سمعنا ان الاطباء في فرنسا فقدوا الامل في العلاج ديالو، صافي صيفطوه للمغرب. هشام بقاو كيتزادوا له الولاسس بواحد الدرجه اللي هي انتشروا سدوا له الودنين ديالو. فهي كتقول خديجه غتقدر ترجع الانعاش في اي لحظه، يهبطوه وينعس في الانعاش، لانه هشام ولا مسكين حالته حاله. وسمعوا يا الخوت شنو قالت يا قلبي يا الخوت كيتحرق. هاد الايام عمري ما ظنيت ندوز منها، ولكن ربي كبير، الحمد لله. على كل حال انا راضيه، كل الرضا واللي جات من عند الله مرحبا بها، ولكن قاصحه قلبي شاعله فيه العافيه. هاد الشعور ما نقدرش نوصفه لكم. واحد الالم اقسم بالله الا بغيت غير نتنفس كنتألم. هشام حبيبي، روح ديالي، حياتي، كل ما عندي. هالشومي قدام عيني كيتعذب، ما لقيت ما ندير ليه غير كنشوف كنطلب الله يلطف به. كيقولوا لي شبعي منه. هاد الكلمه هرساتني، واقفه بالزز. خاص هشام يحل عينيه يشوفني ضاحكه. هشام والضحكه والامل اللي في عينيا بغيتهم يبقاو معاه حتى يقول ربي وحده بركه. والله ولكن انا والله يا الخوت قلبي تهرس. انا كل ما بقيتش انا هشومي قدامي عيني، وجهه تنفخ عند ودنيه تسدو بالولاسس، ما بقاش كيسمع بزاف. تقريبا الجسم ديالو كله غادي وكيتنفخ. الاكسجين تنقص عنده، هابط بزاف في الدم. مركبين ليه باش كيتنفس ويقدر في اي لحظه ينزل الانعاش. هشام كيتعذب وتمحن وتكرفص بزاف، والحمد لله على كل حال. والله والحمد لله، غير هاد الاحساس قاتل. صافي انا ما بقيتش باغا والو من هاد الدنيا، لا احلام لا حتى حاجه. بغيت ربي يزيد يطول لي في العمر ديال الزوج ديالي والسند ديالي في الدنيا، اللي فاش تعرفت عليه خلاني واخا مده قصيره نشوف الحياه زوينه. من نهار عرفتو حياتي زوينه بزاف، واخا هاد 4 سنين المرض، ولكن كلها لحظات زوينه. كنا فرحانين راضيين بهاد الشيء، بهاد الابتلاء اللي عطانا الله بقدر الله، والحمد لله على كل حال. دعواتكم دعواتكم دعواتكم، الاعمار بيد الله.